أهلا شباب. الحلقة اللي فاتت قدرنا نوصل لتعريف اللزوجة. خلونا النهاردة نعرف إيه هي التطبيقات اللي على اللزوجة. أكيد شفتي باباكي قبل كده وهو بيحط زيت على مفصلات الباب علشان ما يعلقش وهو بيفتح وبيقفل، أو سمعت عن الآلات المعدنية اللي لازم تتزيت من وقت للتاني. التشحيم أو التزييت اللي احنا عملناه ده بيحمي الآلات من التآكل وبيقلل كمية الحرارة اللي بتتولد أثناء الاحتكاك. وطبعا ده بيحصل باستخدام زيوت معينة ليها درجة لزوجة عالية علشان تلتصق بأجزاء الآلة أثناء حركتها. تاني تطبيق على اللزوجة هو لزوجة الهواء اللي بتأثر على الأجسام اللي بتتحرك فيه زي العربيات، وعلشان مقاومة الهواء للأجسام المتحركة فيه والناتجة عن لزوجته تتناسب طرديا مع سرعة الأجسام المتحركة فيه، فاستهلاك الوقود بيزيد. في تطبيق تاني في المجال الطبي واللي هو لزوجة الدم، وبيتحدد بيها نوع الإصابة اللي عند المريض لو حجم كرات الدم مش طبيعي. لأن زي ما عرفنا قبل كده، الكرة لما تسقط سقوط حر رأسيا في سائل 3 قوى بيأثروا عليها: وزنها لأسفل، وقوة دفع السائل لأعلى، وقوة الاحتكاك بينها وبين السائل. ولما نحسب محصلة القوة هنلاقي إن سرعة الكرة بتزداد بزيادة نصف قطرها. فلما بيتعمل تحليل لقياس سرعة ترسيب الدم بنشوف طول نصف قطر الكرة اللي هي كرة الدم. لو في مرض هيكون حاجتين: لو المريض عنده حمى روماتيزمية مثلا، سرعة ترسيب الدم هتكون كبيرة جدا نتيجة التصاق كرات الدم ببعضها وازدياد نصف قطرها. ولو عنده أنيميا، كرات الدم الحمراء هتكون متكسرة وبالتالي نصف قطرها هيكون أقل. وألف سلام عليكم، استنونا في الحلقة اللي جاية وموضوع جديد، ومع ألف سلامة.